السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة ان شاء الله زي ما انتم شايفين هنعمل الملبن او الحلقوم زي ما في الدول العربية بيقولوا. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي الشريف. بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة هيبقى معايا كوبايتين من السكر، هنحط لهم كوبايتين من المية. وطبعا الكوبايات اللي احنا بنعاير بيها بتبقى زي بعض، يعني لو كوبايتين المية بيبقوا زي كوبايتين السكر بنفس الكوباية. بعد كده هنحطهم على النار وهنعمل بقى الخليط دوت. هنحط كوباية من النشا على نص كوباية من المية وندوبهم كويس جدا جدا. وبعد كده بناخدهم نحطهم على الخليط بتاعنا اللي هو على النار. المقادير سهلة جدا وبسيطة وموجودة في البيت متوفرة، يعني بعد ما اخلص الفيديو اللي هيشوف الفيديو يقوم يعملها على طول، وصدقوني ناجحة 100% ان شاء الله. يعني ادي السكر على المية على النار اهي. وانا حطيت لهم معلقتين عسل، عشان بس انا كنت بوريكم البرطمان ان انا حطيت عسل، بس انا ما جاش في التصوير يعني. وحطيت معلقه يعني فانيليا، يعني حبه فانيليا كده في المعلقه. ودي مستكه انا دقاها كويس قوي يعني، وحطيتها على النشا. مش عايزين مستكة مفيش، مش متوفر، حطوا فانيليا، حطوا ماء ورد، زي ما انتوا تحبوا حطوا. هي كده تعتبر خلاص. انا بسيبها على النار حوالي نص ساعة واقعد اقلب كده يا جماعة، يعني مش هشيلها قبل نص ساعة. بعد ما تتجمد بالمنظر ده تسيبوها نص ساعة وكل شوية تقلبوها عشان تنجح معانا، لان هي لو قعدت اقل من كده ممكن كمان تقعد 40 دقيقة. لو قعدت اقل من كده هتطرد المية بتاعتها وتلاقيها ما هياش متماسكة كده زي ما احنا عايزين يعني. هي هتبقى كويسة برضو بس هتطرد ميتها، فلازم تتساب حوالي نص ساعة ل40 دقيقة. واقلبها كويس جدا جدا. وبعد كده احطها بقى ايه في علبة محطوط فيها كيس، وانا الكيس ده عاملاه بالزيت، يعني بالفرشة كده بالزيت عشان ما يتلزقش فيه، وحطاله نشا برضو. وهبدأ احطها في العلبة كده وافردها واحط على الوش نشا. سهلة قوي قوي ومتوفر، الادوات هتبقى متوفرة في كل البيوت وطريقتها بسيطة وسهلة. فقوموا اعملوها وفرحوا ولادكم. اقتصادية طبعا يعني 100%. كمان ينفع ان احنا نعمله مثلا لكحك العيد او اي حلويات. يعني مش شرط عشان حلاوة المولد فقط، هي الملبن بينفع في حاجات كتير قوي. كده انا سبته ساعتين على جنب. بعد ما خلصته هبدأ اقلبه بقى. احط له نشا كده برضو علشان خاطر النشا ده يعني بعرف امسكه عشان مبقاش ملزق. وابدأ بقى اقلبه، هيتقلب معايا بسهولة جدا، واقطعه بالسكينة. طبعا انا ببقى برضو عاملة السكينة بالفرشة كده بالزيت علشان خاطر وانا بقطع ما تلزقش فيه الملبن بتاعي. طريقة ناجحة جدا ان شاء الله، وهيطلع جميل قوي قوي معاكم. برضو اللي هيجربه يقولي في الكومنتات كان عامل معاه ازاي. انا قطعته بس هو ما تصورش، فانا بوريكم ان انا قطعته زي ما انتم شايفين، وعملت السكينة بالزيت عشان ما يلزقش. لو الوصفة عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك، وتدعوا لي بدعوة حلوة، وتدعوا لمازن ابني بالرحمة ان ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.